ايوه ضربة افتكرت الحته دي أيوه خلاص من بس الحلقه الثالثه التالتة. اهلا بيكم. من على الكنبة يا جماعة، طبعا شكرا على الكوميونتي الحب والفيدباكات الجامدة دي. بنحاول ننفذ على قد ما نقدر من الحاجات اللي بنسمعها. مم. اهمهم طبعا موضوع الوقت، وده اللي جبنا لحلقه النهارده. احنا قررنا نعمل حلقه لاست اوف اس كل حلقتين مش كل 3، عشان نختصر في الوقت على قد ما نقدر ونعرف نتكلم في الحلقات بشكل أوضح، يعني ندي كل حلقة مساحتها ونحاول في نفس الوقت ما نرغيش كتير بالظبط. في وقت قليل. طيب مبدئيا طبعا احنا هنخش على طول تمام. فاللي ما شافش هنحرق على طول يا جماعة عشان طبعا مفيش تمهيد. اللي ما ما شافش شافش الحلقه شوفها الرابعه ويجي. والخامسه بقى شوف في الحلقه وتعالى لنا على طول. تعال مستنيينك. ماشي جميل. الحلقة الرابعة مبدئيا هي الحلقة اللي احنا كنا بنتكلم عليها، وانا كنت بتكلم عليها الحلقة اللي فاتت، ان هي الحلقة اللي ممكن تبقى اقل من الحلقات اللي باقية، وده عشان هي الحلقة نفسها ما فيهاش حاجة، هي لسه رتمها بطيء، بيورينا بس ايه العلاقة ما بين جول وإيلي هتبقى عاملة ازاي، بيفرش لنا عشان الحلقة الجاية شوية احداث مش عارف ايه. ف ده كويس. وعموما ما كانتش حتى حلقة مملة، انا اتبسطت من الحلقة حتى لو هي رتمها بطيء او اهدى من الطبيعي يعني. وطبعا الحلقه 5 يعني كنسلت بقى كل يعني لحد مل، لا اتفرج على الحلقه 5 وهتتبسط متقلقش. دي حقيقة. هي الحلقة الرابعة هي ممكن ابقى معاك في ان هي كانت مملة شوية، لان هي كانت في الاول بالذات بتبين لك السيت برودكشن كده كده احنا عارفين ان هو فشيخ، بس هو باين لك بقى المدينة اكتر لان انت ما كنتش خرجت وكده، فهو بيعرفك عليها طبعا برضو من منظور إيلي، لان زي ما احنا قلنا احنا إيلي دي بتمثلنا وكده. لا ايه الجمدان ده، كان الفيو بتاعت السيتي الفيو وكل بجد الحاجات عظيم. اللي بيوريها لك كانت جامده قوي الصراحه. دي كنت واخد بالي منها قوي في اول حلقه، اللي هو دول مركزين بقى ان هم يورونا بقى شويه الحاجات المهاره بقى اللي هم عاملينها وبتاع. وانا اشتريت يعني. فدي كانت اول مميزات شفتها في الحلقه، لحد بقى ما حصلت الحادثه اللي هي بتاع الطرق. الحته دي كانت هي اللي هي حته الاكشن يعني في الحلقه من الاخر، اللي هو بدأ لك الحلقه بهدوء ومش عارف ايه، ووراك جول وإيلي والشطات الجامده ومش عارف ايه وهما في العربيه وكده. وبعدين بقى الاكشن بتاع قطع الطرق والطريقه اللي جول موت بيها العيال وكده. اه وإيلي اخيرا استخدمت المسدس في اول الحلقه لما كانت بتلعب بالمسدس، وبعدين استخدمته فعلا. الحته دي كلها كانت انتنس سيكا يعني. وانا بيعجبني الموضوع ده ان هم في الحلقات في اي حلقه بيبقى فيها اللي هو كونفرونتيشن مع بني ادمين، لازم بيخلوها تقيلة عشان يوريك ان هو غير ان اهم عنصر رعب في العالم مش بس كليكرز او الكليكرز او هوب هوب. الانفكتد. مش هقول زومبيز متقلقش. ما تقولش زومبي بعدين. اللي هو الرانرز او انفكتد. البني ادمين بيعملوا رعب اكتر بكتير من ايوه عامة ده بيركزوا عليه مش في لاست اوف اس بس، يعني سواء بقى ووكينج ديد او الحاجات الزومبيز دايما يجيب لك في الاخر الخطر الاكبر من بيحصل من البني ادمين. ودي حاجة هما بيعملوها على طول يعني في الافلام دي، بس هنا معمولة طبعا بطريقة تليق على الاحداث او القصة اللي هما بيقولوها، فبيقولها لك بطريقة حلوة. بلس ان طبعا الحاجات اللي كانت شبه اللي حصل في الحلقة الرابعة متاخد من اللعبة هو ما عدا الجروب اللي هنجيله بعدين الريزيستنس. عندك تعليق عن حته تقطيع الطرق دي او حاجه؟ انا توقعتها، كنت فاكر ان هم قطعوا طرق عادي، وبعدين بدأ يجيب لنا اللي هو الريزيستنس بيوريك اللي هو الهنتات بتاعت ايه اللي حصل في المدينة. وجاب لك ان في كيو زي هنا، بس اللي هو ايه ده، فين فيدرا مش عارف ايه، وجثث محروقة ولسه محروقه يعني. وحاجات كده. وبعدين بيجيب لك بقى الريزيستنت موفمنت دي. وبعدين انا قعدت بقى وانا بشوفها بدور على علامة الفاير فلايز، ما لقيتش ايه ده، امال مش دول فاير مين؟ فلايز، هم دول مين وبتاع. فهو بدأ يفرش لك كده الدنيا، ووراك اللي هي الكاركتر اللي هي كاثلين دي،
ومش عارف ايه. الكاركتر وبعدين دي عامة مش موجودة في اللعبة ولا هي ولا بجد معايا مش اللي هم يعني ريزيستنس الريزيستنس، هو يعني كانت حاجة طلعت لهم في الطريق كده، هم خدوها بقى زي بيلي وفرانك كده، بس حطوا بقى عنصر الدراما، والصراحة عملوه حلو قوي، اللي هو عرفك عليهم واداهم تيبس. يعني لما نيجي لحوار كاثلين ده، عشان ليها في الحلقة كلمة الخامسة ايه، وفي الرابعة برضه. مبدئيا كده على كاثلين، صوتها مش لاقي على الشخصية يا جماعة بجد. او انا طريقة يعني كلامها ايوه يعني انا ده. كل ما ابص كده واشوف بقى افهم اللي بتقوله والافعال اللي بتعمله، اللي هو انت عبيط ولا إيه؟ تحسها مدرسة دراسات كده. يعني والله مش حد خطر خالص، بس شكلها كده بطريقة كلامها، وبعدين تلاقي بتقول كلام خطر فشخ على شكلها ده وصوتها. هي صوتها اللي هو التون بتاع صوتها اللي هي يلا يا ولاد نروح، يلا يا فاهم؟ ولاد، مش عارف يلا ايه. يلا هات الواد ده وهذبحكوا كلكم. فاللي هو مش راكبه كده، بس ده يحط عنصر شويه اللي هو شخصيتها مجهوله، او اللي هو مش مفهومه كده، اللي هو انت صوتك وده مش لايق على ده، انت ايه فاهم. وده بيبان اكتر في الحلقه الخامسه بالظبط. ده كان اكتر تعليق عندي على كاتلين، الحوار ده مخليني ان هي مش مفهومه قوي. هو اخر حاجه في الحلقه الرابعه عايز اتكلم عليها هي موضوع اللي هو ضعف السمع بتاع جول. ان هو وراك في الحلقه كذا مره، وراك في الحلقه الثالثه برضو الموضوع ده. وراك ان هو لما إلي بتنده عليه مثلا، بتنده كذا مره لما هو بيعمل حاجه مش عارف ايه، وبعدين في اخر حلقه هي بتقول له انت ايه ده، انت سمعك مضعف في ناحيه عشان انا كل ما اناديك وبتاع. فهو بيقول لها بقى ده من ضرب النار ومن الرصاصه وكده. لا يا ابني، هو واخد رصاصه هنا. اوكي. هو ماشي. واخد رصاصة فقالت له مسار على سمعك وبتاع، وقالت له حتى انت ايه اللي حصل اللي ضربك وجبته من اول ايوه ضربة افتكرت الحته دي ايوه خلاص من بس الحلقه الثالثه. التالتة. الثالثه. التالتة. تمام. بس اعتقد حتى في الاخر لما اللي هي الكليف هانجر بتاع الحلقه لما هنري جه وبتاع، كان اول لقطه جابوها على جول، كان هو نايم على ناحيه، على ودنه اليمين نايم على يمينه، وبعدين لما جابوهم وهي اللي بتصحيه كان نايم على شماله، فده معناه ان هو ما كانش سامعهم وهم جايين. فدي كانت ديتيل عظيمه بصراحه. قبل ما نخلص بس المرحلة الرابعة، فالتطور اللي حصل في الريليشن شيب بتاعت جول ويلي، ابتدوا يبقى في كاريزما بينهم اكتر، يهزر وتهزر النكت السخيفة اللي كانت النكت بتقولها دي. السخيفه في ومع الكتاب. ذلك فاهم ضحكتيني ماشي اوكي فاهم. ابتدوا يبقى في بوند ما بينهم كده، لما قعد يقول لها دي تراست مي وبتاع، على لما قال لها خشي جوه، الريليشن بقت قويه قوي. والحته في الاخر لما ضحك وبتاع، لو انت بتبقى قاعد متعاطف معاهم قوي، اللي هو انتوا كيوت قوي. بس فكانت عاجبني قوي، يعني هي الحلقه دي كانت مركزه على الريليشن شيب بتاعتهم والسيت برودكشن، يعني يوريك الدنيا والجروب الجديد ده كان الثلاث حاجات اول في الحلقه كده. طيب بس. نخش على الحلقة الخامسة، وهي الحلقة خلاص. الأهم طبعا. بدأ لك بقى إيه، وراك مين هنري وسام اللي هو كان عمال بيقول لك عليهم في الحلقة الرابعة، من هي كاثلين وهي بتدور على واحد اسمه هنري مش عارفين هو ايه وبتاع، ووراك الأوضة اللي هي كانوا قاعدين فيها وهم بيدوروا عليهم وبتاع. بعدين جاب لك بقى فلاش باك لهنري وسام وهم مين وهربوا ازاي، وحصل الريزيستنس ايه اللي حصل، والمشهد الشنيع اللي في الاول وهم بيقتلوا بتوع فيدرا وبتاع، واللي هو انت بتستغرب ليه بيعملوا فيهم كل ده. وبعدين بتشرح بعديها شويه في الحلقه شويه لما قال لك بيديك نقطه اقوى قد ايه فيدرا دول الولد يعني. بالظبط كده، اللي هم ده انتوا يعني. لو احنا بقينا سنسور دول. مش عارف. لا لا يا باولو يا باولو يا باولو باولو منتج يا باولو. احنا برنامج فاميلي فريندلي جدا على فكره. جاي على السمعه درجات، احنا سمعتنا وحشه. بس فكنا بنتكلم على هنري وسام والجورني بتاعتهم، ان هم ازاي هربوا من الريزيستنس لحد ما وصلوا لان هم ماسكين جول وإلي وبتاع. واصلا الحته دي برضو بيوريك قد ايه هم بيريورد الناس اللي بتاخد بالها من الديتيلز، لما قال لك ان احنا معناش امو وبتاع، وبعدين هم كانوا رافعين السلاح على جول وإلي وهم اصلا مفيش امو في السلاح. وبعد كده بشويه اما هنري بقى قال لجول انا اصلا ثبتك بالسلاح ما فيهوش. هو برضه عايزك تتعاطف معاهم اكتر وتعرف ان هم ناس كويسه يعني عشان بعد كده في الحلقه. هو طبعا كمان بيوريك العلاقه ثرو اوت الحلقه، العلاقه ما بين هنري وسام زي جول وإلي. فدي كانت حاجه يعني. هو لو تاخد بالك هو دايما بيبقى فيه سايد ستوري بتخش في كل حلقه بترفلكت على جول وإلي بطريقه ما.
يعني سواء بقى بيل زي ما حصل في الثالثه او دلوقتي. فكل شويه كده بتلاقي في حاجه بتحصل بترفلكت عليهم، وفي نفس الوقت يعني من الحاجات الجامده في المسلسل ان هو بيديك ستوري بيخلصها لك في اخر الحلقه. يعني هنري وسام خد يا باشا لزاز وحببوني فيهم وبتاع، اخر الحلقه يلا مع السلامه عشان ما عندناش وقت للكلام ده، زي بيل وفرانك قدام حلقه وشكرا. يعني انت هتفيد بس البارت اللي انا عايزك تفيد بيه الستوري، وبعد كده ايه هنكمل بقى طريقنا احنا عادي، عشان في حاجات لسه اكبر وبتاع. بالمناسبه ان هو فاضل 4 حلقات يعني. وحوار برضو ان سام ما كانش في اللعبه دف وحطوا الحوار ده تفصيله حلوه جدا. كانت تفصيله حلوه فعلا عشان يقرب لك ما بينه وبين هنري، وان هم يبقوا برضو عندهم بوند ما بين بعض. وحبيت عامه سام كان لذيذ قوي مع إلي كمان، ورجع لك إلي بروح ان هي تنسى شويه العالم ده، والله تبقى طفله شويه معاه اكتر. هو عموما التشايلد سايد بتاع إلي بدأوا يبينوه في حتة صغيرة، زي مثلا لما أول مرة تركب عربية ومش عارف إيه، وبعدين الحلقة الرابعة لما كانت بتقول النكت، والحلقة الخامسة لما كانت بتلعب هي وسام وبيلعبوا كورة وبيقروا الكوميك ومش عارف إيه. بتبقى اللقطات دي حلوة بتنسيك قد إيه العالم. بس هي في الأول في الآخر طفلة، هي في عالم مش مديلها مساحة أوي إن هي تاخد يعني تبقى طفلة طبيعية، فلازم at some point كده يبين لك النقط دي، ودي اللي بتخليك تتعاطف مع الشخصية أكتر وتحبها أكتر، إن هي طفلة بس بدماغ حد أكبر شوية، بس ستيل عندها البارت إن هي طفلة في الأول في الآخر. بالظبط. نرجع لكاثلين بقى. فكنت يعني أو مش كاثلين بالظبط، ناخدها من الأول ما حصل الحتة الريزيستنس أول ما جم بقى عندهم لما عرفوا مكان هنري وسام. طبعا أنا كنت أول ما شفت الحتة دي في التريلر، وإن كان اسمه بلو إيه؟ البلوتر. أول ما عرفت إن البلوتر أنا ما لعبتش اللعبة على فكرة. الله عليك، أحسنت يا ابني والله، مبروك. البلوتر لما طلع شفته في الاعلان كنت مستنيه فشخ بقى، فاللي هو يلا بينا ورينا بقى اللي هيحصل، القلق اللي هيحصل وكل الكلام ده. فجأة فاهم حفرة يا باشا معلم، يطلع لك فيها فاهم منظر يا نهار اسود، رعب اقل حاجه. ما بتحصلش في زومبيز، لان في افلام الحاجات والزومبيز وكده هم ما بيجروش، فالموضوع ما بيبقاش كده. يعني مثلا شفنا بتاع اولوفاسر ديد فكان شويه قريب عشان بيجروا، بس لا المنظر ده كان مع السات بقى وعالم لاست بس مخيف فشخ. تلاقي كليكرز ورانرز وبعديها البلوترز ده البلوتر ده كانت ده في اللعبه يا اسطى عشان تموته بتحتاج بقى قنبلتين 3 و4 رصاصات شوت جان وترمي بقى فاهم جرين يعني. هو عموما باينه في الحلقه لما كان اللي هو الراجل ابو دقن ده بيحاول يموت البلوتر وفضل يضرب فيه كتير قوي والبلوتر ما بيحصلوش حاجه وراح شال دماغه. اللقطه دي الرعب ده يا جدعان، رعب فشخ. انا كنت محتاج اشوف الفايلنس الفشيخ اللي هيعملوا فيه، لان هو المفروض يعني ضخم ومش اضخم حاجه بس لحد دلوقتي. فالقلق اللي حصل ده الصراحه ودى يعني. انا كنت الحلقه هاديه شويه، الحته دي خلتني لا انا اركز بقى. وبعدين الحلقه كانت هاديه كمان بسبب موضوع ان سام ديف فبيتكلموا بالساين لانجويج كتير، ودي كانت حته ظريفه اللي هو بيعمل لك بيعمل لك يعني اول الحلقه الدنيا هاديه ومش عارف ايه وبيتكلموا بيحاولوا ما يعملوش صوت اكتر حاجه والساين لانجويج وكده، وبعدين اخر حبه في الحلقه ضرب النار الكتير والعربيات والفرقعه والزومبيز كل حته مش عارف ايه. ايوه بالظبط. لا وبعدين طبعا زي ما قلت من شويه كان الباي اوف بتاع الناس اللي هو انت ما شفتش اكشن في الحلقه الرابعه قوي، خد بقى يا سيدي اكشن اتفضل عيش جرعه محترمه، خد جرعه اكشن ورعب وكل حاجه بقى تشوف بقى ديتيلز الزحمه الطفله الكليكر دي برضو كانت شايبه بنت لذينه. ايه ده عماله بقى تشغل وبتاع في ايه وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت، حركات غريبه يعني. لا سيبك من الشقلب، انت فاهم ان هو يجيب لك تشايلد كليكر اللي هو الرعب اللي هو طيب ماشي يعني واحد طفله زي اللي عادي ماشي، بس جول مثلا هيهزيتيت وهو بيقتل طفله مع انه يعني الحته اللي هو رمى فيها الطفله في اول حلقه، بس برضو اللي هو بيوريك قد ايه الموضوع مرعب اللي انت ممكن تقابل اي نوع من الكليكر مش هيتفاهم ما بين سن يعني ولا عامل ازاي بالظبط. فالطريقه بقى اللي ناوي بيها الستوري لاين بتاع كاثلين اللي هي فاهم كل ده بتحاول تجري على هنري، وبرده كان جايب لك ان هي يعني كان قال لها طب اقتليني وسيبي الاطفال، لا انا هقتلك انت والاطفال
تعالى عشان اقدر عليك من الحلقه اللي فاتت. فايه لا يعني انت قلت بقى ممكن يطولوا معانا او دول شكلهم مجموعه تتعبونا. لا يا باشا خد فاهم ماتت وهو يا والراجل اللي دماغه راحت في حته تانية دي. فقفل لك الستوري لاين دي خلاص، اللي هو اديك شفت القصه بتاعتهم وعرفت ديتيلز عنهم، اللي هو افتكرت ان هم مكملين في الاخر لقيتها ايه ده يلا برضه زيها زي كل حاجه بيضيفوها وبتخلص. فعجبني التاتشات اللي بتبقى مفيده ومش مفيده، مديها حقها في الستوري تيلينج وطريقه سردها في الاحداث، وبعدين فجاه تلاقيها بتخلص وانت مش يعني مش عارف هي هتخلص امتى. لا انا دول خلاص احنا موف اون بقى. تمام. هو اخر حاجه عايز اتكلم عليها في الحلقه الطريقه اللي مات بيها سام. طبعا كانت مرعبه فشخ بصراحه كانت ومحزنه جدا. اللي هو انت بتشوفه هو ازاي حصل له انفكشن وإلي وهي بتحاول تنقذه وبتعمل الحته دي كانت عاطفه وان هي بتحاول تعمل حاجه ان هي عايزه تلاقي نفسها مفيده وبتاع. ده انا الكيور يا ابني وعامل الرعب اللي هم عملوه لما هي عشان هو دف فمش هيسمعها فهي لازم تضطر تخبط عليه. يعني دي حاجه طبيعيه قوي في افلام رعب. بس هو هنا خلاك ما تبقاش متاكد عشان هو دف، انت عارف ان هو مش هيسمعها كده بالظبط. بس انا ما تخيلتش ان هنري هيقوم اول لما ياخد المسدس يقوم او الانستنكت عنده انا برضو اتفاجئت. يعني انا هي في اللعبه بس انا برضو كنت ناسي فشخ. فاللي هو اصلا اللي هو لا راح ضارب جول عند اللي هو متحركش وبتاع، فقلت مش هقتله لقيته على طول راح ضارب. فاللي هو استوعب في دماغه ان ده خلاص ما فيهاش كلام يعني. وان هو برضو اكتشف ان هو خلاص هنري مات، قصدي سام مات، فانا ماليش لازمه خلاص من بعده، فراح قاتل نفسه. راح برضو يرفلكت على جول ويلي اللي هو جول يحس ان احنا هيحصل فينا كده وده نهايتنا وبتاع، فيبدا بقى ياخد باله قدام. والجو ده كانت طريقه حلوه الصراحه ان هم يبين لك الكلام ده. لا بالذات جول عموما اخر لقطه لما كان بيدفنوهم وكده، ولما جول شاف اللي هي المسج اللي إلي سابتها لسام لما قالت له ام سوري وبتاع، النظره يعني بجد اقولها كام مره. تمثيل بيدرو باسكال. ايوه نسينا يا ابني ما اتكلمناش عليه. ده ايوه ما احنا على فكره بيدرو باسكال احنا لو بدانا كلام عليه مش هنخلص. ممكن بالظبط كده نعمل ساعه كمان. يعني يا جماعه النقطه بيدرو باسكال يعني عظيم قوي قوي جدا. والنقطه اللي انا قلتها في الاول كانت المفروض تبقى في الاخر، فهي النقطه مش محتاجه نعظم فيه. يعني احنا بجد هو بيمثل تعبيرات وشه بعينه بس مش محتاج يتكلم. هو فشيخ بجد عظمه. كل التقدير والله. استمر والله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. ابداع والله. ساعة النقيب عارف ضرب النار. تحية. ماشي. كده احنا خلصنا كلام على الحلقة 4 و5، واتمنى ان تكون الحلقة الفيرجن الاقصر دي عجبتكم. ان شاء الله يكون اقصر. ان شاء الله يطلع اقصر احنا الله اعلم يعني. بس هتبقى في فرق كده. لو عجبكم الفيديو ما تنساش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب والجرس وكل الحاجات الجميلة دي. الجرس طلع مهم فشخ على فكرة. ايه الجرس طلع مهم فشخ يا راجل. اشمعنى في كذا حد قال لي ما جالتلوش الحلقة. يا ريت بقى ايه الجرس. بص شايف اسمع كلام ماما. بس نشوفكم بقى بعد الحلقة مش اللي جاية اللي بعديها اللي هي قولوا لنا رأيكم في الحلقتين في الحلقة كام. ايه لا سرحت. يا زي الفل كده يا جماعة زي الفل. ونشوفكم ان شاء الله الحلقتين الجايين. سلام.